نشوف مع بعض المشاهد. طيب انا عايز اعرف هم ليه ملثمين برضو، يعني عايزين نعرف. وكأنها طبول للحرب، يعني يدق طبول الحرب ضد من؟ ضد من؟ يعني لا اعلم. هل معنى انك معارض او انك يعني شايفين يعني هذا المشهد اللي حدث فيه احد الاشخاص بالنار؟ هي دي المعارضه، هي دي المعارضه اللي انتوا عايزينها، هي دي المعارضه هي دي الديمقراطيه الوليده في مصر. معارضه تحدث النار ويقولون في النهايه اصل احنا اصل انتوا الحزب الحاكم. انا سمعت الكلام ده النهارده من احد المتحدثين الرسميين للتيار الشعبي، بيقول احنا نروح ونعتدي ونقول اللي احنا عايزينه. بصوا يا جماعه اهو المشهد تاني اهو، بيحدفوا بالنار وولع فيه. المشاهد اللي لسه جايه لنا دلوقتي بتؤكد على ان كل الكلام اللي قلناه من الاول ما كانش كلام مرسل، ده كلام حقيقي. مشاهد في الحقيقه بتؤكد ان احنا قدام مؤامره ضد مصر. في الحقيقه مش الموضوع موضوع ان انا ضد سياسه الاخوان، لا معلش، انت لو ضد سياسه الاخوان ما ينفعش ان انت تولع في اخوك. يعني ضد سياسته يبقى نقدم البديل، انزل للشارع، انزل لصندوق الانتخاب واثبت ان انت تقدر ان انت تنجح وتفوز باصوات الشعب. ما هي دي الديمقراطيه والله اللي نزلوا عشانها الثوار. بقول تاني والله هذه هي الديمقراطيه اللي دعا عليها الثوار في ميدان التحرير على مدار 18 يوم. ليه بيصمم البعض ان هو يسيء للثوره المجيده اللي شاهد بيها العالم؟ هو ده طبعا عايزه اقول برضو من المشاهد اللي تحدث في كل الدول اللي بتمر بمراحل انتقاليه وتغيير ما بين مرحله الاستبداد لمرحله الحريات والديمقراطيه. يعني بالرغم ان دي مشاهد مؤلمه وانا معاكم انها مؤلمه، لكن خليني برضو اكون في الحقيقه واضحه وصريحه معاكم. تعلمنا من السياسيين على مستوى العالم في العالم العربي والغربي وكله ان المشاهد دي مشاهد قد ما انها مؤلمه قد ما انها للاسف طبيعيه وحدثت، بل حدثت بشكل اشد بكثير جدا جدا مما ترونه الان. يعني مع كل المشاهد المؤلمه اللي احنا شايفينها والحرق والضرب والاعتداء بادعاء ان هذه معارضه وضد النظام الحاكم الان وضد الاخوان المسلمين، بالرغم من كل المشاهد المؤلمه دي، الا ان احنا في النهايه مصر بلد في الحقيقه ربنا سبحانه وتعالى هيحرسها ان شاء الله، هي بلد الامن والامان. والمشاهد دي ما هي الا مشاهد في الحقيقه عارضه هتيجي وهتروح، والتاريخ هو اللي هيذكرها على حقيقتها وهيذكر من الذي كان يحب هذا البلد، من الذي دعا لحملة معا نبني مصر، من الذي دعا من أحزاب المعارضة الشريفة المحترمة ودعت إلى ما هو معروف بجبهة الضمير الوطني، وهي مشكلة من مجموعة من الوطنيين المصريين اللي فيهم رموز كتيرة جدا من رموز المعارضة المحترمة في مصر، نساء ورجال في الحقيقة، ومعهم شباب أيضا ثوري. وأنا استضفت معايا هنا الكثير، يعني في الحقيقة كلهم ضد المشاهد اللي احنا شايفينها، مشاهد حرق، بتحرقوا الأشجار. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا الصحابة لفتح البلاد كان يحرم، كان يقول لهم لا تحرقوا الأشجار ولا تقتلوا امرأة ولا شيخ ولا بتحرقوها بالبنزين.